شايفينه هذا الجو؟ هذا الجو لسه اللي ممسكني بالشام يا اخواتي. كأنه مكسورة الكاميرا. الله لا يوفقه. في مجال يا غطر ريقان عبد الله الحاج ملك جمال الطوبزي، عفوا على كلمة ملك جمال، انه تبطل تستعرض لي جسمك الخزي احسن ما يعطوك شي خزي. يعني انت شبك يا زلمة؟ وقف خربطنا شو زلمة؟ اخي هذا جاي مطعم يصلح للاستخدام الثنائي. بالمناسبة حابب اهدي غنية طقت ميت الراس لنجوى كرم. ناداني دكتور معلوماتي قال لي هات يا حمش قلنا شو بتعرف عن الاكسل؟ قلت له لا يا دكتور اقطعني وجهي راح اللي هو اريدي بيطلع الاكسل من ايدي. ملاني ما بعرف ليه. وعلى سيرة المحاضرات في عندك البنت اللي فايتة على الجامعة لتنخطب، بتدحش لك الخطبة بكل شيء. انا امبارح انمخست بطني فقررت انخطب. انا امبارح سقف حلقي صار فيه غرغرينة لانه انخطبت. وبيضل كل حديثها مع رفقاتها يا الله محتاره وين بدي اعمل عرس، بالشيرتون ولا بالفور سيزون؟ وهي وحياه اختي صاله الريقان السعيد اللي باول حوش بلاس كثير عليها. بس انتم ملاحظين انه كل حكي صاير انا عم ادغم فيه بغني طول الشتاء بيضل هيك صوتي. اخواتي هلا نحن عم نتبع قاعده فروم وول تو وول and to the god is jacket. يعني الحيط وحيطه يا ربي السترة. لانه وي ار اندر كايرو كونديشن. الله وكيلكم هيك المحاضرات كلهم بالانجليزي. امبارح حسيت حالي فاتح على ام بي سي 2. معلش هلا بدنا نبطل نقفل على مسلسل صرخة روح ونسترجع بذكرياتنا الوهرة موجة مسلسلات الايدز اللي هفت بفرد هفة. 3-4 سنين في بعض على فتوها ايدز، فتوها مصحات ومراكز معالجة. بتحس انه يوسف رزق كان اخذ مرض الايدز اسكارسة لإله. واهم شيء انه ما بيغير طقم الممثلين اللي معه، ولازم دائما يدحش ابنه الطفل المعجزة مدري شو كان اسمه مع امارات رزق بدور الفتاة الملعوب به. عم بمزح ملعوب بعقلها. لكن المشكلة كنا نقول يقبرني البطن اللي حملك والسطر الرضعي، وهلا صرنا لك يقبرني الشاب اللي ما كشمشك وسرد معك بجنينة الفراشات. يا غالية عنا بألمانيا. ليش قديش صار لك بألمانيا؟ والله ليش 3 ايام. يفضى عرضك لسه ما ضيفي تحتكم بلشوا عنا وعنا. الله وقت كانوا يدقوا لك رفقاتك يقولوا لك وينها؟ تقول لهم عنا بعين الكرش طافة السياقات بتحمم وبجي. اخي اللي وصلت على المانيا ما في داعي تضل جاكي العالم اللي لساتها هون بالشام، لانه اللي ضل هون يا ما معه مصاري يطلع يا عنده ظرف ما في يترك في اهله ويطلع. فهمت يا اكابي؟